السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ورمضان كريم ان شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة ان شاء الله ومغفرة الذنوب. وباش ما تمنيتوا اليوم ان شاء الله جيت نحضر معكم حريشات بالجبن والزيتون اللي كيجيو رائعين ولدات. مقادير ديالهم سهلة وبسيطة. ان شاء الله نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير هنا عندي 4 ديال الكيسان ديال السميدة متوسطة كما كتشوفوا، وغادي نضيف واحد راس معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، وعندي الملح على حسب الذوق ديالكم. انا هنا كندير عيني ميزاني. خميره ديال الحلوى وحده ساشيه، وعندي واحد المعلقه صغيره ديال العسل اللي تقدروا تعوضوها بالسكر، وهو العسل من الاحسن العسل. وهنايا درت واحد شويه ديال الزعتر حكيته كيعطي واحد المذاق زوين بزاف صافي. وغادي ندير الزيت، وغادي نحرك هذيك السميده مع ديك الزيت مزيان مزيان حتى كتدخل فيها. المهم انا هنايا ما كنعبرش الصراحه الزيت شحال ولا. المهم غادي ياخذ لكم شي نص كاس ديال الزيت هكاك. انا هنا كنضيف بالقرعه شويه بشويه حتى كنحس بها صافي، يعني تبسبست هكا مزيان مزيان وصافي. وكان ما كنبقاش نزيد الزيت. هنا تقدروا تعوضوا الزيت الروميه بالزيت البلديه اللي بغيتو، كل واحد شنو يعجبو. كما شفتوا هنايا حتى كتحسوا بها في يديكم تزيتت ضروري باش ما تبقاش ناشفه كما شفتوا هكا وصافي. ودابا غادي نزيدوا الماء. كاين اللي كيدير الحليب في بلاصه الماء، كل واحد والطريقه ديالو. انا كندير الماء، والماء هنا حتى هو ما كنعبرش الصراحه، كنخوي الماء حتى كنشوفها باللي يعني ترشت مزيان بالماء كتولي جاريه واحد شويه صافي، وكنحبس يعني قياس ديك 2 كيسان هكا. المهم نتوما ديروا وشوفوا عينكم ميزانكم. المهم شوفوا مزيان في الفيديو، شوفوا القوام ديالها كي كيكون صافي. ملي كتحصلوا عليه صافي كتريدوا وما تدلكوهاش. لا هاد الحرشه ما كتحتاج تدلك، غير بصبع يديكم كتخلطوها وصافي صافي. ومن بعد كتشرب. هنايا غادي نوجدوا، هنا عندي الجبن 200 غرام والزيتون الاسود. المهم الكميه اللي بغيتو كديروا على حساب الكميه اللي درتو ديال الحرشه. انا هنا جبت هاد الاله هذه كتساعدني باش نقطع الزيتون مرصويات صغار كما شفتوا. كنطحنها كتطحن لي هكا مزيان، ومن بعد كنضيفها على داك الجبن من بعد ما غادي نخويه في الزلافه في واحد الطبسيه ولا فاش ما بغيتو. كنخوي الزيتون كما شفتوا في واحد الزلافه ولا غرفيه ولا طبسيه ولا فاش ما بغيتو. المهم باش يتحرك لكم مزيان ويتخلط لكم وينسجم الفرماج مع الزيتون. هنا تقدروا تعوضوا هذا الجبن بالفرماج مربعات ولا مثلثات ولا اللي كان عندكم، واي نوع ديال الجبن كان عندكم. انا المهم استعملت هذا اللي وريت لكم، وغادي نخلطهم مع بعضياتهم مزيان مزيان باش يندمجوا مع بعضياتهم ان شاء الله، ونبدي نعمر بهم الحريشات. كما شفتوا راني كنحركها مزيان مزيان. هنايا فاش غادي ندير دوك الحريشات الصغيورين، هنا عندي السميده ودرزت عليها شويه ديال الزيت. السميده غير واحد الكميه اللي غادي تقدني في هاد الحريشات هادو، حيت ما بغيتش ندير السميده ناشفه باش ما، حيت في ساعه كتشربها هاد الحرشه هادي. من الاحسن يعني ديروها في الزيت. هنا كما شفتوا كندير كويرات الحجم اللي بغيتو، وكنشد معلقه صغيره كندير فيها داك الجبن والزيتون وكنعمرهم في الحريشات وكنبلع ساهله صافي. ومن بعد كنديرها في هذيك ديك السميده عفوا اللي خلطت معها الزيت. هانتوما غادي نكورها عليها مزيان مزيان بحال نمرمدها فيها صافي، نحطها جانبا حتى كنكمل. داكشي علاش قلت لكم من الاحسن ما ديروش يعني السميده ناشفه، حيت الا درتو السميده ناشفه بوحدها ومن كديروا فيها هاد الكويرات تحطوهم بحال كتشربها، كتضطروا انكم تعاودوا توليو تزيدوا السميده. داكشي علاش من الاحسن ديروا السميده مع الزيت، تجيكم ساهله وتجي مزيانه، تجي رائعه صراحه. هاد الحريشات هادو نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا. سبق لي شاركت معكم هاد الحريشات هادي شحال، وقلت علاش لا كنت غادي نحضرهم، قلت علاش لا ما نعاودهمش معاكم. ما فيها بس اللي ما شافش داك الفيديو القديم يشوف هذا.
كما شفتوا لقيتوا شي خويه فيها باين فيها الفرماج، ولا حاولوا انكم تزيدوا لها شويه الحرشه، شويه عفوا العجينه. اما هي راه عادي، وخا حتى تكون يبان الفرماج عادي. هنا كما شفتوا كنكمل الكميه كامله. وهنايا مشيت سخنت الطاجين حتى سخن مزيان، وعندي هاد السيريكل هذا بهاد الاله اللي كنضغط عليها باش كيعطيني دائره. كما شفتوا كتجي مقاده. كنضغط عليها واحد شويه بديك باش تجيني شويه هاوده، حيت هنا شويه طالعه باش ما تجيش غليظه بزاف مع انها فيها الخماره. وكنكمل بنفس الطريقه حتى كنعمر الطاجين. النار ما تكون متوسطه، ما تكونش قليله، ما تكونش مجهده. صافي كنبقى نضغط عليهم وكنستمر بنفس الطريقه. طيبوهم في اي مقله كطيبوا فيها الحرشه، غير انايا عندي الطاجين الوجدي هو اللي كنطيب فيه الحرشه وكل شيء، وكتجي الحرشه ديالو زوينه صراحه. وكنكمل كما شفتوا بنفس الطريقه، كنضغط عليهم حتى كنشكلهم مزيان مزيان. صافي هنا كنخليهم حتى كيطيبوا من التحت، عاد كنقلبهم للجهه الاخرى باش يطيبوا من الجنب الاخر. ومن بعد غادي نولي نحمرهم على جوج جهات حتى كيتحمروا مزيان. راه الطريقه ديالهم ساهله وفي ساعه كيوجدوا، في ساعه ما كياخذوش الوقت بزاف. اي انا هذه بدات كتحمر، خاصها غير واحد شويه غادي نزيدها. وان شاء الله غادي نبقى في الطريقه هذه حتى نكملهم ونوريكم الشكل ديالهم النهائي. كما شفتوا ملي كتحمر كيجيو رائعين بديك المعلقه ديال العسل. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.